السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونة في المطبخ وتونة على الفيس. ووصفتنا النهاردة أكلة بسيطة وخفيفة. جبنا كيلو من البطاطس، غسلناه كويس وحطيناه بقشره في المية كده عشان يتسلق. ومعانا كيلو ونص من الجناحات، غسلتها كويس وفتحتها كده من الجنب شوية عشان هنشويها. والإضافات بتاعتنا معلقتين زبادي، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وصويا صوص وخل التفاح، وملح وفلفل اسود، وبهارات فراخ، ومعلقة كبيرة من العسل الأسود أو العسل الأبيض، ما تخافوش مش هيسكرها. وهنحطه بابريكا، وهنحطه سماق، وهنحطه أي بهارات انتوا عايزينها. وبعد كده هنحطه معلقة كبيرة من الزيت كده ونقلب. وبعد كده نجيبه الصينية بتاعتنا، نحطه فيها ورق زبدة ونرصصه كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين، بقية الخلطة هحطها فوق منهم على طول. وحطيتها في الفرن. ادي البطاطس بتاعتنا بعد ما استوت. بصوا بالسكينة بعملها ازاي، استوت جدا. وهنحط بصلاية كده متوسطة او يعني مش كبيرة قوي، هنحطها بشوية زيت او سمنة او زبدة براحتكم. نحطها على النار تتشوح شوية، وبعديها هنزل باللحمة المفرومة. هعمل صينية بطاطس بيوريه يا جماعة. واللي هنحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر، وهنحط شوية من بهارات اللحمة. وهحط بصوا يا دوبك 3 4 معالق من الميه. انا عملتها معاكم قبل كده، قلت لكم هي ما بتبقاش طريه، هي بس بتديها طراوه وتفكها من بعضيها كده. اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت سماق، وحطيت ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه. وهنا بقى هنهرس البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنهرسها كويس. وهنا هننزل ببيضتين ونص كوبايه لبن، وهنحط عليها شويه ملح وفلفل اسود، ويا دوبك ربع معلقة من معلقة من الشاي دي بتاعت المعالق الصغيرة بيكنج باودر. وهنقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وهنزل عليهم على البطاطس، وهسيب يا دوبك 4 5 معالق كده، مش هحطهم زي ما انتم شايفين. وهكون طبعا مسيحة زبدة. الزبدة يا جماعة على حسب ما انتوا عايزين، تحطوا بقى كتير تحطوا قليل براحتكم، بس لازم الزبدة تكون كويسة عشان تديكوا طعم حلو. اهو بصوا. وهنضرب بقى كله كده ببعضه زي ما انتم شايفين كده. بصوا، هي عايزة تتاكل كده. والصينية معانا مهدهونة حبة زيت كده، وهنحط نص البطاطس في الصينية، وهنقعد نوطط عليها كده بظهر المعلقة. ويعني نحط طبق صغير كده فيه مية، يا دوبك نبل بس المعلقة ونفرد بيها، هنفرد بكل سهولة. بصوا سهلة جدا وبسيطة، ومش بتاخد منكم وقت، ومفيش أي حاجة تعقدكم يعني. بصوا بمية اهي، بصوا بظهر المعلقة وأعمل كده. بصوا مش هتلزق ولا أي حاجة. وهننزل عليها باللحمة المفرومة اللي احنا عاملينها. وبعد كده بعد ما نفردها هنحط الطبقة التانية زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل نفس الموضوع برضو، هنبل المعلقة كده من ظهرها مية، هنفردها كده، هتفرد معاكم بكل سهولة بكل سهولة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اهو بكل سهولة ولا أي حاجة. بصوا الجمال. بعد كده هنحط ال4 5 معالق اللي أنا قلتلكوا عليها، اللي هو اللبن والبيض، وهنعملها كده وندخلها الفرن. هتطلع صينية بطاطس واو، خطيرة. بصوا الفراخ بتاعتنا ايه رأيكم؟ بصوا تحفة.
واو بجد، هتعجبكم أوي والله طعمها خطير. وادي صينية البطاطس البيوري، ايه رأيكم؟ هنقطعها بقى. عايزين تقطعوها مربعات زي ما انا قطعتها اوكي، عايزين تقطعوها مثلثات برضو اوكي. بس هي المشكلة عندي كانت هنا لسه طالعة من الفرن وانا قطعتها. هي المفروض تستنوا عليها شوية عشان ما تطلعش سايحة معاكم. هي المفروض تمسك نفسها شوية. بصوا شفتوا الفراخ وجمالها، بصوا الجمال، والله العظيم خطيرة. ودي كانت وصفتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.